القصر الذي اختاره الملك فاروق لتقيم فيه عروس المستقبل لحين موعد الزفاف. قصر ألفريد شماس في القرن الماضي، مصر الجديدة. وللقصر قصة، تعالوا نسمعها. لما خطب الملك فاروق الملكة فريدة كانت عائلتها تقيم بالأسكندرية ولم يكن لهم مكان في القاهرة للإقامة، فاختار الملك فاروق هذا القصر لتقيم فيه خطيبته حتى موعد الزواج. كان يتردد عليها لزيارتها من حين لآخر. في 19 يناير سنة 1938 زينت واجهات القصر بالأنوار والرايات. كان أهالي مصر الجديدة يحتشدون أمام القصر لرؤية العروس الملكية. وجاءت فرقة موسيقية كي تعزف أنغامها وتقام رقصات الخيل العربية على الأنغام الموسيقى. قام أصحاب القصور مجاورة بتزيين قصورهم. تحولت مصر الجديدة إلى قطعة مضيئة، وخرجت منه الملكة فريدة إلى قصر الأوبرا. تصبح ملكة يوم زفافها في 20 يناير سنة 1938، ليعود القصر لصاحبه ثم ليباع بعد ذلك إلى عدة ملاك. صاحب القصر هو ألفريد شماس، كان تاجر ذا أصول شامية، عاش واستقر بمصر. القصر عبارة عن فيلا صغيرة أقرب في روعتها وفخامتها إلى القصر، وقد أطلق عليها قصر ألفريد شماس على اسم صاحبها التاجر، ويوجد على البوابة حرفين باللغة الإنجليزية باسمه. القصر يقع بجوار الكنيسة الإنجيلية ويطل على شارع الثورة من جانب، ومن الجانب الآخر شارع كليوباترا بمنطقة القربة بحي مصر الجديدة. ولا يزال القصر حتى الآن محتفظا بالشموخ.